الاستثمار مش بس اسهم وعقارات، في نوع من الاستثمارات اسمه الاستثمارات البديله Alternative Investments. واحد، الملكيه الخاصه او البرايفت ايكويتي. تخيل انك تستثمر في شركه ناشئه قبل ما تطرح اسهمها في البورصه، لو الشركه دي نجحت مكاسبك هتبقى خرافيه. 2، صناديق التحوط او الهيدج فاندز. دي صناديق استثماريه بيستخدمها الاثرياء عشان يحققوا عوائد ضخمه، ودايما بيكون فيها مخاطر كبيره بس مربحه لو عرفت تختار صح. 3، السلع او الكوموديتيز زي الذهب والبترول والغاز الطبيعي. الاستثمار في السلع دي بيكون ممتاز وقت الازمات الاقتصاديه لان اسعارها بتفضل في ارتفاع. 4، العقارات التجاريه والفاخره. مش اي عقار، لا، بنتكلم على الاستثمار في مراكز تجاريه ضخمه، فنادق فاخره او حتى مكاتب شركات عالميه. الارباح هنا بتكون الايجارات العاليه وزياده قيمه العقار بمرور الوقت. 5، المقتنيات النادره او الكولكتيبلز. الاستثمار في اللوحات الفنيه او الساعات الفاخره او حتى كروت الالعاب النادره. تخيل ان في كارت بوكيمون اتباع ب5 مليون دولار. طب ليه الاستثمارات دي مهمه؟ 1، مش مرتبطة مباشرة بحالة السوق، يعني ممكن تكسب حتى لو البورصة بتنهار. 2، بتوفر تنويع لمحفظتك الاستثمارية عشان ما تخسرش كل حاجة في وقت واحد. هدية ليك بقى، اكتب لي كلمة استثمار او انفستمنت في تعليقات وهبعت لك المواقع والشركات اللي تقدر من خلالها تستثمر في الاستثمارات البديلة دي. يعني الموضوع مش للأغنياء بس.